ازيكم عاملين ايه؟ النهارده نعمل طريقة الايس كريم. طبعا بحاجات طبيعية جدا في البيت، فاكهة موجودة عندك في البيت. بيبقى طعمه احسن بكتير من الجاهز. حاجة مختلفة هتعرفي تعمليها في البيت سهلة جدا. جبت الموز هنا وقطعته حطيته في الفريزر. ده موزتين تلاتة، ودي كريم شانتيه، بودرة كريم شانتيه وسكر طبعا حسب الرغبة، ونص كوباية لبن. بصوا الموز هنا قطعته وحطيته في الفريزر متجمد زي ما انتم شايفين كده، يعني طالع تلج. هجيب الكبة واحط فيها كل الموز اللي انا قطعه ومجمداه. اهم حاجة الخطوة المهمة في الايس كريم، لازم نجمد الفاكهة، والفاكهة هي دي اللي هنعمل منها الايس كريم. كل انواع الايس كريم والمانجا بيبقى طعمه طبيعي وحلو، احسن طبعا من الجاهز كله حاجات اضافية كيميائية وحاجات كده مش كويسة. هنا هضرب الموز كويس زي ما انتوا شايفين، ضربة خفيفة الأول، وبعدين هروح حاطة اللبن زي ما انتوا شايفين كده. أنا وبضرب هحط اللبن، وهحط السكر حسب الرغبة، لو حط يعني معلقتين كفاية لأن الموز مسكر، وهحط بودرة كريم الشانتيه. بصوا بقى ضربته وخلاص، على كده سهل جدا ما بياخدش وقت. هفضي جزء في علبة كده، الجزء الأبيض ده شايفين ابيض ازاي، وهحط في الجزء التاني معلقتين كاكاو خام. بس كده ما بياخدش وقت خالص، وفي ثواني بتعمليه وبتفضيه بقى في علبة وتحطيه في الفريزر يتجمد. شايفين هنحطه طبعا في الفريزر الوقت طبعا كتير عشان يتجمد. وهندخل على المقدار المانجا التانية، بس بعد ما هوريكم قطعته، بس انا استعجلت عليه، لازم يتجمد كويس جدا. هو لسه ما اتجمدش قوي، انا حبيت اقطع الفيديو بسرعة علشان اوريكم. اهو كده خلصنا الموز اللي هو بالكاكاو وبالابيض. هنا المانجا برضه نفس الطريقة، هكون مطلعاها متفرزاها كده في الفريزر متلجة، وهحط فيها بودرة كريم شانتيه يا دوبك معلقتين بس. والمانجا مش هضيف عليها اي سكر لان هي مسكرة جدا. ولو حابين ممكن معلقتين. هضيفها في علبة واحطها برضك في الفريزر. شايفين لما بقطعها جميلة جدا، وطعم الايس كريم مفيد جدا وحلو جدا في البيت، بيعمل كمية كتيرة يعني. فجربوه. بصوا بقى انا بوريكم، ياريت تجربوه. تحفة وطعمه جميل ومفيد طبعا للأطفال. لو عندكم أطفال بدل ما كل شوية بيجيبوا لهم من بره، اللي بره ده فيه ألوان صناعية وحاجات مش كويسة، لكن ده آيس كريم طبيعي بفاكهة طبيعية موجودة عندك في البيت. يا رب كده تجربي، ولايك وشير للقناة. اللي ياريت اللي مشتركش يشترك. أنا بوريكم أهو. بصوا بقى ناعم جدا بعد ما بيتجمد، ويبقى طعمه فعلا طبيعي جدا.